يا أهلا يا ولاد يا حلوين. أنا جدكم حكيم، وجيت لكم النهاردة بحكاية جديدة فيها حكمة هتخلي قلوبكم منورة. يلا اقعدوا حواليا واسمعوا الحكاية معايا. كان فيه ولد اسمه آدم، كان طيب وبيحب أصحابه جدا، لكنه كان ساعات يقول حاجات مش حقيقية علشان يحبوه أكتر. وفي يوم وهو قاعد مع أصحابه في المدرسة قال لهم: أنا عندي لعبة جديدة خطيرة جدا، أغلى لعبة في السوق، تيجوا بكرة عندي تشوفوها؟ الصحاب فرحوا جدا وقالوا: بجد يا آدم؟ إحنا متحمسين نشوفها. بس الحقيقة إن آدم ما كانش عنده اللعبة دي أصلاً، هو قال كده بس علشان يجوا عند البيت ويلعبوا معاه ويحس إنهم بيحبوه. لما رجع البيت قعد يفكر: أعمل إيه دلوقتي؟ أنا ورطت نفسي. وتاني يوم جم أصحابه البيت وقالوا: فين اللعبة يا آدم؟ آدم بدأ يخترع أعذار: هي في المحل بتتصلح. واحد من أصحابه رد وقال: طب ليه قلتلنا إن عندك لعبة وإنت مش عندك؟ ساعتها كلهم زعلوا وقالوا: إحنا مش محتاجين ألعاب ولا قصص وهمية، إحنا أصحابك علشانك إنت، مش علشان أي حاجة تانية. آدم وشه احمر من الخجل وقال: آسف يا صحابي، كنت عاوز أعجبكم، بس أنا غلطت. ومن يومها آدم اتعلم إن الكذب مش بيخلي الناس تحبه، بالعكس، لكن الصدق هو اللي بيخلي القلب مرتاح والصحوبية تفضل قوية. وخلصت حكايتنا يا ولاد. لو عجبتكم القصة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة عشان تتابعوا كل الحكايات الجديدة. أنا جدكم حكيم وبحبكم كلكم من قلبي.